السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده صينية الجلاش باللحمة المفرومة من أهم الأصناف على السفرة المصرية. بتتعمل في العزومات والمناسبات، ولو حتى يوم مستعجلة ومش عايزة تطبخي، ده بتعمليه مش بياخد معاكي أي وقت. كل الكبار والصغيرين بيعشقوه. هو ممكن يتعمل طبق جانبي في العزومات وممكن يتعمل طبق رئيسي. هقولك على أسرار ازاي يطلع معاكي مقرمش ومورق وطعمه تحفة. بس لو أول مرة تشوفيني، ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. جبت نص كيلو لحمة مفرومة من الجزار، وهستخدم معاها زيت. وبالنسبة للتوابل هستخدم كمون وفلفل اسود. انا مش بستخدم ملح مع تعصيج اللحمة، بستخدم مكعب واحد مرق بيدي نكهة وطعم قوي وجميل. وطبعا بصلة واحدة كبيرة متقطعة. في طاسة سخنة على النار هنزل البصلة المتقطعة تاخد تشويحة بسيطة، انا بس عايزاها تدبل، مش عايزاها تاخد معايا اي لون. وبعدين هضيف عليها اللحمة المفرومة، هقلبها كويس. وخدي بالك اللحمة المفرومة مش بيتحط لها اي مية. هفضل اقلب فيها كويس لحد ما كلها تاخد لون واحد. وبعد كده هبتدي اضيف التوابل بتاعتها، وهي عبارة عن نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ومكعب واحد مرق. اقلبها كويس لحد لما تتشرب اي سوائل فيها. خلاص كده بتبقى جاهزة معاكي. تقدري تخزنيها عندك في الفريزر، تستخدميها بقى في اي حشوة، مكرونة بشاميل، معجنات، وتبقى جاهزة معاكي. هجيب هنا لفة جلاش نص كيلو، وهستخدم اللحمة المفرومة والزبدة علشان بدهن ما بين الطبقات. بيفضل تجيبي الجلاش الفريش من المحل اللي هو بتاع الكنافة والقطايف، بلاش تجيبي الجلاش المتفرز لان بيبقى طعمه مش حلو خالص. استخدمت طبعا عندي هنا لفة الجلاش، وهستخدم الزبدة السايحة عشان احطها بين طبقات الجلاش. وعندي هنا كمية اللحمة المفرومة اللي هضيفها. ببتدي كل مرة اخد ورقتين من الجلاش، بضيفهم في الصينية وبظبطها على مقاسها. انا عندي هنا الجزء بيجي زيادة شوية، عادي بفرده وبطبقه وبظبطه على حجم الصينية. واحط ادهنها بالزبدة كويس. الزبدة او السمنة بتفرق قوي في طعمها وبتخليها مورقة وبيبقى طعمها تحفة. هفضل اكرر الخطوة لحد لما اعمل نص لفة الجلاش. نفس النظام، اخد ورقتين واحط ما بين طبقات زبدة واكمل. بعد ما عملت النص اللفة هبتدي بقى اضيف كمية اللحمة المفرومة اللي عندي وافردها كويس. افردها على الصينية كلها كويس. وبعد كده ابتدي اكمل بقية لفات الجلاش اللي عندي. برضو نفس النظام، هاخد ورقتين من الجلاش وهحط على ما بين طبقاتهم الزبدة وافردهم كويس. اهم حاجة بس اظبط الحجم بتاع الصينية. وطبعا هتحافظي على لفة الجلاش بتاعتك جوه فوطة، علشان لو سبتيها بره هتنشف ومش هتتفرد معاكي كويس. هبتدي اكمل بقية طبقات الجلاش اللي عندي، واحط الزبدة ما بين الطبقات كويس لحد لما اخلصها خالص. وهكون مجهزة عندي هنا الخلطة اللي انا هستخدمها، وهي عبارة عن كوباية لبن، وهحط عليها بيضاية ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر هيفرق معاكي ان هو هيخليها لك مورقة ومقرمشة وهيبقى طعمها تحفة. وكمان هضيف عليها معلقتين او 3 من الزبدة على نفس الخلطة. وهحط طبعا شوية فلفل اسود علشان ما يبقاش فيه اي زفارة او اي حاجة للبيض. قبل ما هتدخل الفرن لازم هكون مقطعاها. لما بتقطعيها وبتسقيها من الخلطة اللي احنا عاملينها دي بتتشرب كويس قوي وبيبقى طعمها تحفة. بس في تريك عايزه اقولك عليها تاخدي بالك منها، هتفرق قوي معاكي في التوريقه بتاعه الجلاش، وهتخليه يبقى مقرمش من بره وطري من جوه، هيبقى طعمه تحفه. وهي اني بعد ما بقطع الصينيه كويس بضيف عليها الخلطه اللي انا عاملاها دي، وبسيبها على الاقل 10 دقايق. وده علشان تتشرب من الخلطه دي كويس قوي. اسقي بيها كل الجوانب بالراحه، واحده واحده كده، ما تكبيش مره واحده، بالراحه لحد لما تتشرب الصينيه كلها منها، وتسيبيها ال10 دقايق دول. هيطلع معاكي مورق ومقرمش وطعمه تحفه. انا بحاول اهو ان انا اوصل الخلطه دي لكل الجوانب، عشان حتى الجوانب كمان ما تبقاش ناشفه. ولازم تكوني مقلبه كويس قوي اللبن مع البيض مع البيكنج باودر مع الفلفل الاسود. وتدخل الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. ممكن بتاخد معاكي من 25 دقيقه، نص ساعه بالكتير بتكون جهزت. زي ما انت شايفه طلعت تحفه ومورقه وطعمها جميل، مقرمشه من بره وطريه من جوه، وما خدتش منك وقت خالص. اكله جميله ولذيذه وكلنا بنموت فيها وبنحبها. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وان شاء الله هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. وان شاء الله استنوني فيديوهات جديده. شكرا ليكم.